الراجل اللي خلى مصر رقم 2 عالميا في نسبة الجريمة. مين هو؟ اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في قرية اسمها درنكة في أسيوط اتولد ولد اسمه محمد، عينه زرق وشعره فاتح غير شكل الناس هناك. كبر واتعلم السلاح من وهو صغير. في يوم غضب اتخانق مع شيخ الغفر. محمد رجع بالليل ومعاه بندقية وقتل ابن الشيخ، وبعدها راحت الأمور ناحية العنف والهرب. محمد جمع المهربين والمطاردين وبقى زعيم عصابة اسمها الخط. خطة فرضت حماية مقابل أتاوة، حد ما يدفعش أرضه بتنسرق، محصوله بيتحرق وبيخسر كل حاجة. الخط مش بس قطاع طرق، خد سلاح من مخازن الإنجليز وصنع جيش صغير بقى كأنه دولة جوه الدولة. الحكومة حاولت مليون مرة تمسكه، طيارات ودبابات وفرق خاصة، بس محمد كان يعرف الجبل كويس ومخباته كانت حصينة. في فخ واحد خدوه وهو طالع يستلم فدية، ووقع بالنار الحكومة ومخطط محكم. طلقة، محمد الخط مات. لكن سمعته فضلت تحكي عن زمن كان فيه قانون الغاب هو الحاكم. قول لي رأيك، ايه اللي يخلي واحد يوصل لمرحلة زي دي؟ اكتب لي في التعليقات.